اللهم اجعلنا على صلاتنا دائمين ولأركانها مقيمين وفي ذكرها خاشعين ولأوقاتها حافظين. اجعل الصلاة راحة لأبداننا وأمانا لأرواحنا وسكينة لأنفسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قبل ما ابدأ معاكم الفيديو كده هصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. النهارده جايه لكم فيديو جديد وروتين جديد، روتين كده من ايه، بصوا من الحاجات اللي انتوا بتحبوها. طبعا واضح من الحاجه اللي انا جايباها كده ان انا هعمل النهارده محشي. طبعا بقالي كتير جدا ما عملتوش، بصراحه كان حظه معايا وحش، كنت كل ما اجي اعمله ما كانش يحصل نصيب ان انا اعمله. مش عارفه يعني، يا اما اروح اتغدى بره وما اتغدى حاجه غيره، يا اما لو موجوده في البيت تاني يوم. المهم يعني ايه، جه وقته معايا كده وخلاص بقى ايه، جبت حاجته. يعني اساسا يعني هو طبعا في الشتاء هو الراعي الرسمي هو المحشي، ومش قادره اقول لكم يعني انا فتحت معاكم بقى بالفيديو ده، يعني قعدنا يجي 3-4 ايام ناكل محشي. يعني بقيت اعمل محشي كل يوم اجيب بقى يعني انا كده اغيب عليه، وبعدين لما نيجي ناكله على طول. المهم كده زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، كنت جايبه طماطم ورز، كنت جايبه بصراحه ايه، كنت جايبه شويه حاجات كده، جبت ميه كده زي ما انتم شايفين، وحطيت فيها كمون وحطيت فيها ملح. هسيبها بقى كده تغلي مع نفسها، واروح اقطع معاكم بقى الايه، الكرنبايه. بصوا يا كرنبايه يعني ايه، سبحان الله، يعني ما كانش حجمها كبير قوي، بس طلعت لي ورق، عملت لي حله حلوه يعني بصراحه يعني. كنت بقى بصوا انا لما باجي اعمل الكرنب بحب اسلقه بالطريقه دي قوي، بتبقى سهله عليا بصراحه ومريحه، ويعني بتبقى كويسه. اللي هو ايه، بصوا بشيل الورق الاخضر كده وبقورها كده من النص زي ما انتم شايفين كده في الكرنبايه دي، وبتبقى اسهل لي. بحطها بقى ايه بحالها في قلب الميه كده، واقعد ايه اشد ورقه ورقه. يعني الطريقه دي بصراحه سهله قوي. ممكن اصلا يعني لو جيتي تفككي الكرنبايه كلها من بعضها، ساعات الكرنب ساعات بيبقى ليه ورق كرنب معين ورقه ما بيستحملش، فممكن الورق بتاعها يتقطع معاكي وانتي اصلا بتشديها من قبل ما تسلقيه، فتلاقي بقى ايه الورق يتهدر معاكي. فالطريقه دي بصراحه كويسه قوي. كل الورق الاخضر اللي انا شلته من على الوش ده رميته، مش بحبه بصراحه. انا مش من غويات الورق، مش من هوايتي ان انا اكل ورق الاخضر ده، بحب الورق الفاتح. بس خدت ايه ورقتين كده اعملهم ايه سطرين بس تحت في الحله من تحت يعني. هنا بقى كان عندي بنجر، مش البنجرايه دي يعني، كان عندي حبه بنجر كده محترمين، هبقى اصوره معاكم ان شاء الله في فيديو. يعني ان شاء الله في فيديو هتشوفوه معاكم. وان شاء الله عامله لكم برده مخلل اللفت كده روعه كده، هيعجبكم برده. فان شاء الله هتشوفوا معايا الفيديوهات دي باذن الله، بس حطوا لي لايك كده وشجعيني عشان ايه اشارككم معايا يوميات ان شاء الله. بصوا بقى هنا جبت كده ايه، دولت كان 1.5 كيلو طماطم، عملتهم كلهم بالشكل الجميل ده كده. بصوا لونها تحفه بجد، عشان ضربت بقى عليها البنجرايه. خدت كده بنجرايه من البنجر اللي انا جايباه كده صغيره، وقلت ايه تحمر لي الطماطم ده. غير طبعا ان البنجر مفيد جدا جدا جدا. كنت بوريكم الصلصه كده ان هي تقيله، مش بحب ازودها ميه، يعني مش بحب ازود ميه في الخلاط ان الصلصه تبقى خفيفه، لا بتتسبك بسرعه وبتبقى صلصه صافي زي الصلصه بتاعت بره كده، مش بتعمد ان انا احط لها ميه كتير. بصوا بقى الكرنبايه قلبتها كده، حطيتها الاول من على وشها من الناحيه اللي انا قورت كده من ناحيتها، وقمت جايه قلباها واقعد بقى اشد كده ايه ورقه بورقه زي ما انتم شايفين. بصوا بطلع بقى الورق كده بايديا وبلمس الميه السخنه كده عادي. لو في حد زي كده بقى يكتب لي في التعليقات. بصوا هنا بقى كده بشيل الورقه بورقتها بكل سهوله. بصوا يعني الطريقه دي بصراحه حلوه، بتطلع الورقه سليمه ما فيهاش اي مشكله. وكمان ده غير ان انا ما بسيبهوش في الميه السخنه كتير علشان اتحكم في السوا بتاعه وما يطيرش مني، واعرف ان انا الف. هنا بقى كان عندي شويه ورق خاص سلقتهم، هم عملوا لي طبق في الاخر يعني، بس طعمه والله كان سكر. هنا بقى جبت حله بعد ما سلقت كميه الكرنب زي ما انتم شفتوا كده كلها، وحطيت فيها زيت، نفس الحله اللي انا حطيت فيها الكرنب سلق. بصوا انا عملت المحشي كله في حله واحده، المحشي نفسه عملته كله في حله واحده، هي نفس الحله اللي انا سلقت فيها، غسلتها غسله محترمه، وخرجت كده بصلتين، وقمت جايه نازله عليهم بقى بقرن فلفل كده حامي على قرن فلفل اخضر كده عادي برضو. جربوا بقى التركايه دي بجد بجد هتعجبكم، وهتميز طعم المحشي جدا، بتخلي ريحته وهو على النار بصوا يجيب لاخر الشارع بجد بجد. يعني التركايه حلوه قوي.
وبعدين برضو التوابل بنضيفها مع البصل. يا سلام بقى، شم الريحة كده ومش قادرة اوصفلك. حطيت فلفل وحطيت شطة وحطيت كمون وحطيت بهارات، كل دوت كده حطيته. والريحة بصراحة يا سلام. بصوا بقى الصلصة الجامدة بتاعتنا، البنجر عامل فيها شغل، يعني مخلي لونها لون الفراولة جميلة. ونزلت كده بمكعبين مرق الدجاج كمان. هبدأ بقى ان انا اقلب وارجع اغطي كده عليها. هرجع بقى تاني افتح لكم عليها بوريها لكم كده. كانت خلاص داخله ان هي تتسبك، قربت تتسبك. لونها جميل جدا وريحتها مع التوابل مع البصل ريحتها جميله قوي. وبعدين بقى جيت عشان احضر الخضره بتاعتي. الخضره بتاعتي كانت عباره عن جرجير هقول لكم جرجير، عباره عن كزبره وشبت وبقدونس. فطبعا بحب برضو اخد حبه من الخضره قبل ما اطفي على التسبيكه واحطهم على النار. بجد بجد بيخلوا برضو الصلصه مش ملاش حل. لازم احط شويه خضره كده اشم ريحه الخضره على النار جميله. هنا بقى كده طفيت خلاص خالص كده، والصلصه بتاعتي بقت جاهزه معايا. برضو بقى نيجي للتركايه التانية اللي برضو ما بقدرش استغنى عنها في المحشي خالص، ان انا اجيب بصلايه كده كبيره على بقيه الخضره اللي عندي مع قرن فلفل اخضر. لو عايزه تحطي واحد سبايسي كده ان انت تحرقيها برضو عادي مفيش مشكله، بس انا استكفيت باللي انا حطيته مع البصل على النار. حطيت فلفل اخضر عادي. وبعدين بقى دعكتهم كده مع بعض التوابل. حطيت بقى جزء من التوابل اللي على النار وبقيت الجزء التوابل هنا. مش هحط بقى توابل تاني كده، هظبط الملح بتاعي وخلاص. بعدين صفيت الرز من الميه كويس جدا. ما تحاوليش برضو وانتي بتحطي الرز يعني ما تحطوهوش بميه، حاولي تصفيه من الميه بتاعته كويس جدا علشان الميه ما تخلوش مصلصل كده، يعني التسبيكه بتاعتك تبقى سايبه. لا، تخلي كده كل حاجه ناشفه كده في قلبيه. والزيت كده حطيت شويه زيت كده على الخلطه عشان تلمع الخلطه بتاعتنا وتبقى جميله. هتشوفوا شكلها دلوقتي حمرا وجميله. هنا بقى بدات اقطع معاكم كده كام ورقه. بقطعها يعني تقطيع الورق سهل جدا. بنشيل العروق وبلفها كده وبحاول ان انا اقطع الاجزاء كلها في سوا بعضها. وبعدين جبت بقى شويه عروق من الكرنب كده اللي انا شلتهم من الورق، خرطتهم كده تخريطه صغيره. وبعدين بقى بدات الف معاكم الصفين اللي هم الورقتين الخضر اللي انا كنت عاملاهم، ما كنتش سايبه ورق اخضر كتير. وبعدين بقى بدات ان انا الف معاكم المحشي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا الخلطه جميله ازاي. الخلطه كانت حمرا جدا جدا. والبنجر طبعا مفيد جدا ما احنا نضيفه في الاكل، بيبقى صحي وحلو قوي للانيميا والحاجات كتير، يعني فوائده كتير. هنا بقى حبايب قلبي بعد ما خلصت بقيه اللف الحله كلها، يعني بصوا عملت لي حله محترمه. الحله دي كبيره على فكره، غويطه يعني واخده كميه محشي كده محترمه. بدات بقى ان انا اسقيه كده معاكم بالشوربه حبايب قلبي. بس اهم حاجه بقى ما نغطيش المحشي، لان المحشي مش زي الرز يعني ان احنا نغطيه خالص. لا، انا بخلي كده الشوربه بتاعته تبقى باينه فيه واهزه بحيث ان الشوربه تنزل تحت وتوصل فيه برده كده. وكمان بقيت معلقتين صلصه من التسبيكه كده عشان يبقى لونه كده جميل واحمر كده ويبقى حلو. هيستوي بقى كده وهنشوفه بعد ما استوى شكله عامل ازاي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، وهنا بقى جت لحظه الحسم بصوا خلاص بقى المحشي بتاعنا استوى. بصوا يا سيدي، بصوا بقى كده هقلب لكم الحله كده وبصوا هينزل يعني ما شاء الله كده مفرفر وجميل كده. وبصوا زبده كده يا سيدي على الجمال. بصوا ما شاء الله كده بيلمع كده وجميل، والصباع كده ملفوف كده زي ما هو مش فاكك ولا حاجه، عشان احنا ما زودناش العقد بتاعنا قبل الطبقه الاخيره. بحط الشوربه، يعني مش بغطي الطبقه الاخيره من المحشي علشان ما يعجنش. كده كده الشوربه لما بتغلي بتترفع فوق، يعني بتغطي المحشي كله. ايه رايكم بقى يا سيدي يا سيدي؟ تعالوا كلوا معايا بقى. بصوا هنا كنت بمسك لكم المحشي كده صباع صباع. ما شاء الله كده ماسك نفسه جميل وبيلمع كده. يا رب كده يكون عجبكم. ده بقى شكل المحشي بتاعنا الروعه اللي عملناه سوا النهارده باحلى طريقه.